اللي بيتكلموا عربي اذكى من اللي بيتكلموا انجليزي والماني. معلومه طبيه رقم 158. باحثين من ماكس بلانك جابوا شخصين، واحد بيتكلم عربي وواحد بيتكلم الماني، ودخلوهم جهاز عشان يشوفوا المناطق النشطه المسؤوله عن اللغه في دماغهم. لقيوا ان الترابط قوي بين الفص اليمين والفص الشمال في مخ اللي بيتكلم عربي، وكمان لقيوا ان في ترابط في المناطق الوسطى في الدماغ زي ما ظهر في الصوره اللي على اليمين. ولما جم يشوفوا دماغ اللي بيتكلم الماني، لقيوا ان كل الاشارات والاجزاء المسؤوله عن اللغه عنده في الفص الشمال من دماغه بس، والاختلاف ده بيسبب صعوبه او تعقيد لغه عن اللغه التانية. يعني في اللغه العربيه في كلام كتير شبه بعض، زي كتب وكاتب مثلا، وزي مشي ومشي، وكل ده بيخلي اللي بيتكلم عربي بيركز اكتر في الكلام، وده اللي بيخلي مناطق مختلفه تشتغل في الدماغ على عكس اللي بيتكلم انجليزي او الماني. وعشان كده في تصنيف للغات ما بين الصعب والسهل، وكل ما هتتعلم لغات اكتر كل ما هتشغل اجزاء دماغك المختلفه، وهتحمي نفسك